أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم الكتب في مجال تطوير الذات، العادات السبعة للناس الأكثر فاعلية. بس ده مش مجرد شرح لقائمة قواعد أو خطوات نمشي عليها وخلاص، لا، إحنا هنتكلم عن الفكرة الأعمق، عن التحول اللي لازم يحصل جوانا عشان العادات دي تشتغل بجد. ممكن نعتبره دليل استخدام لنظام التشغيل بتاعنا كلنا. طيب، في سؤال مهم. هل حصل قبل كده إن حد وصل لهدف كبير كان بيحلم بيه وبعد ما وصل حس إن النجاح ده طعمه مش حلو أو فاضي من جوه؟ أو مثلا هل في حد ناجح جدا في شغله بس حاسس إن ده جه على حساب علاقته بأهله وأصحابه؟ أو أبسط من كده، كم مرة الواحد بياخد قرار زي إنه هيبدأ دايت أو رياضة وبعدين يلاقي نفسه مش قادر يلتزم؟ الحقيقة إن المشاكل دي منتشرة وليها سبب أعمق وكتير من مجرد ضعف إرادة. وهو ده اللي بيوصلنا لحاجة اسمها فخ النجاح. أغلبنا للأسف بيجري ورا النجاح بطريقة غلط، بنبقى عاملين زي اللي بيعالج أعراض المرض مش المرض نفسه. يعني بناخد مسكن عشان الصداع يروح، بس مش بنشوف إيه سبب الصداع أصلاً. ستيفن كوفي مؤلف الكتاب عمل حاجة مثيرة جداً. قعد يقرأ ويحلل كتب النجاح اللي اتكتبت على مدار 200 سنة، ولاحظ نمط مدهش فعلاً. اكتشف إن فكرتنا عن النجاح نفسها اتغيرت تماماً مع الوقت، وإن التحول ده هو أصل المشكلة كلها. وهنا بقى النقلة كلها. بصوا على المقارنة دي. زمان، يعني في أول 150 سنة من كتب النجاح، كان التركيز على حاجة اسمها أخلاقيات الشخصية. يعني إيه؟ يعني المبادئ اللي بتشكل الواحد من جوه، النزاهة، الأمانة، الشجاعة، التواضع، دي اللي اسمها العظمة الحقيقية. لكن في آخر 50 سنة الموضوع اتقلب. التركيز بقى على أخلاقيات المظهر. يعني إزاي الواحد يبقى ناجح، إزاي يكتسب مهارات تواصل سريعة، إزاي يخلي صورته حلوة قدام الناس. دي كلها حاجات سطحية، حلول سريعة. دي عظمة ثانوية مش أساسية. في مقولة عظيمة لرالف والدو إميرسون بتلخص الحكاية دي كلها. بيقول: اللي انت عليه بيزعق في وداني بصوت عالي لدرجة اني مش سامع اللي بتقوله. يعني شخصية الواحد الحقيقية، معدنه الأصلي، هو اللي بيوصل للناس أقوى 1000 مرة من أي كلام أو أي تكنيك. لما نركز على المظهر بس بنبقى بالظبط زي الطالب اللي بيذاكر ليلة الامتحان، ممكن ينجح ويعدي، بس هو في الحقيقة متعلمش حاجة. وده يخلينا نسأل سؤال مهم جدا. طيب، هل ممكن تكون المشكلة إننا بنستخدم الخريطة الغلط؟ ومن هنا بندخل على مفهوم محوري في الكتاب كله، وهو النموذج الفكري أو البارادايمز. دي ببساطة العدسة اللي كل واحد فينا بيشوف بيها العالم. يعني إيه نموذج فكري أو بارادايم؟ ببساطة شديدة هو الخريطة اللي في دماغنا عن الواقع. خلوا بالكم، هو مش الواقع نفسه، لا، هو مجرد تفسيرنا للواقع. زي ما الخريطة مش هي المدينة، لكنها وصف للمدينة. طيب تخيلوا معايا الموقف ده. واحد عايز يروح مكان معين في القاهرة، بس الخريطة اللي في إيده هي خريطة اسكندرية. هيعمل إيه؟ ممكن يحاول أكتر، يمشي أسرع، يبقى إيجابي ويقول أنا هوصل، بس كل ده هيخليه يوصل للمكان الغلط وبشكل أسرع. هنا المشكلة مش في المجهود ولا في السلوك، المشكلة كلها في إن الخريطة نفسها من الأساس غلط. في قصة عبقرية بتوضح الفرق بين الخريطة والواقع. تخيلوا معايا سفينة حربية ضخمة ماشية في البحر بالليل والجو ضلمة. فجأة القبطان لمح نور سفينة تانية جاية في وشهم بالظبط. على طول بعت لها إشارة لاسلكية: إحنا على وشك نصطدم، بننصحكم تغيروا مساركم 20 درجة فوراً. الرد اللي وصله كان غريب جدا: لا، الأفضل إنكم انتوا اللي تغيروا مساركم 20 درجة. طبعا القبطان اتنرفز جدا، إزاي حد يرد عليه كده؟ فبعت رسالة تانية بصيغة أمر حاسمة: أنا سفينة حربية، غير مسارك 20 درجة حالا. هنا النموذج الفكري بتاعه، اللي هو أنا الأقوى وأنا اللي كلامي يمشي، كان بيخبط في حيطة. الرد الأخير كان قصير جدا، كلمتين اتنين: وأنا منارة. وهنا بقى الدرس كله. في حاجات في الحياة دي زي المنارة، ثوابت، مبادئ طبيعية زي العدل والنزاهة والأمانة. دي مش مجرد خريطة في دماغنا نقدر نعدلها بمزاجنا، لا، دي هي الواقع نفسه، دي الأرض الصلبة. وإحنا ما نقدرش نكسر المبادئ دي، إحنا بس اللي بنتكسر لما نحاول نخبط فيها. طيب جميل. ايه بقى هو المحرك اللي بيشغل كل ده؟ ايه اللي بيضمن الفعالية الحقيقية؟ هنا بنوصل لمبدأ تاني أساسي جدا، وهو قصة الوزة والبيضة الذهبية، أو علميا مبدأ توازن الإنتاج والقدرة على الإنتاج. ده هو القانون الأساسي لإدارة أي حاجة قيمة في حياتنا. المبدأ ده بيقول ببساطة إن في حاجتين لازم نوازن بينهم. الحاجة الأولى هي الإنتاج أو البي، ودي النتيجة اللي عايزينها، اللي هي البيضة الذهبية. والحاجة تانية هي القدرة على الإنتاج أو البي سي، وده الأصل نفسه اللي بيجيب النتيجة، اللي هي الوزة. المعادلة واضحة جدا، لو عايز بيض ذهب كل يوم لازم تاخد بالك من الوزة وتأكلها وتهتم بيها، مفيش طريق تاني. كلنا عارفين قصة الفلاح الطماع اللي ذبح الوزة عشان ياخد كل البيض الذهب مرة واحدة، وطبعا خسر كل حاجة. ده بالظبط اللي بيحصل لما بنركز بس على النتائج السريعة، على البيض. بننسى الوزة وبندمر قدرتنا على الإنتاج في المستقبل، بنخسر الأصل اللي في إيدينا. والكلام ده مش بس على الأصول المادية زي مكنة في مصنع أو عربية،
لا، ده بينطبق أكتر على الأصول البشرية. يعني لما الشركة مثلا تضغط على الموظفين بتوعها أو تخدع العملاء عشان تحقق ربح سريع، هي كده بتذبح الوز، بتقتل الولاء والثقة اللي هم أساس أي نجاح حقيقي ومستمر. وهنا نوصل لأهم تطبيق للمبدأ ده في أغلى أصل ممكن نمتلكه، علاقاتنا بالناس. وهنا كوفي بيقدم لنا مصطلح رائع اسمه حساب البنك العاطفي. تخيل إن كل علاقة في حياتنا ليها حساب بنك، بس مش للفلوس، للعواطف. حساب البنك العاطفي ده هو تشبيه لكمية الثقة والأمان اللي موجودة في العلاقة. كل كلمة حلوة، كل وعد بنوفيه، كل موقف دعم، ده إيداع في الحساب. وكل خيبة أمل، كل كلمة جارحة، كل تجاهل، ده سحب من الحساب ده. طيب إزاي نعمل إيداعات في حساباتنا العاطفية دي؟ في طرق كتير، منها حاجات أساسية زي إننا نلتزم بوعودنا مهما كانت صغيرة، ده بيبني الثقة، أو إننا نوضح توقعاتنا من الأول بصراحة عشان ما نزعلش من بعض بعدين. إن الواحد يكون عنده نزاهة شخصية، يعني أفعاله زي كلامه، ولما نغلط نعتذر بجد مش مجرد كلمة وخلاص. يمكن أهم إيداع فيهم كلهم هو إننا نحاول نفهم الشخص التاني بجد، نسمعه عشان نفهمه مش عشان نرد عليه. تمام. كل الكلام ده من أول تغيير الخريطة اللي في دماغنا والاهتمام بالوزة اللي بتجيب البيض الذهب ولحد بناء حساباتنا العاطفية مع الناس، كل ده بيوصلنا في الآخر لسؤال واحد مهم: ليه بنعمل كل ده؟ الإجابة: عشان نعيش حياة ليها معنى حقيقي، حياة متصممة على أساس قيمنا إحنا. وده اللي بينقلنا للعادة تانية والأهم يمكن: ابدأ والنهاية في ذهنك. عشان نفهم العادة دي بعمق محتاجين نعمل تمرين تخيلي، ممكن يكون صعب شوية بس قوي جدا. تخيلوا معايا جنازة الواحد بعد 3 سنين من النهاردة. تخيلوا المشهد، كل الناس المهمة في حياته موجودة، وفي الجنازة دي في 4 أشخاص هيطلعوا يتكلموا عنه. شخص من عيلته، أب، أم، أخ، زوج أو زوجة، وصديق عمره، وزميل كان بيشتغل معاه كل يوم، وشخص من المجتمع اللي كان عايش فيه، يمكن كان بيساعده أو بيعمل معاه عمل تطوعي. السؤال هنا: إيه الكلام اللي الواحد يتمنى إن الناس دي تقوله عنه؟ يا ترى إيه الصفات اللي نفسه يكونوا شافوها فيه؟ طيب إيه الإنجازات أو المساهمات اللي يحب إنهم يفتكروه بيها؟ والسؤال الأهم والأخير، إيه الشخصية اللي واحد يتمنى إن الناس دي تكون لمستها فيه؟ التمرين ده بيلخص كل حاجة. الفعالية الحقيقية مش مجرد تحقيق أهداف وخلاص، لأ، الفعالية الحقيقية بتبدأ لما نحدد إحنا عايزين نكون مين في نهاية الطريق. العادات ال7 دي مش مجرد نصايح، دي دعوة لكل واحد فينا إنه يصمم حياته بنفسه بناء على اللي يهمه هو بجد، حياة تتبني من جوه لبره.